كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا اقولك على طريقة بيتي فور سهلة وحلوة قوي. طبعا الدنيا غالية وكل حاجة غالية، وعايزين مقادير تكون طالعة مظبوطة معانا، لان الوقت مش مستحمل ولا حاجة مستحملة ان هي تبوظ معانا ونفقد طبعا المكونات وحاجات جايبينها غالية، فده طبعا حرام. يلا بينا نقولك مقادير انا عملتها وجربتها وطلعت حلوة جدا. استحالة اقولك عليها حلوة ولا هنزل الفيديو غير لما اكون جربتها. يلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو معانا. اول حاجة طريقة عمل البيتي فور تكون مظبوطة بالظبط. معايا 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا 2 كوب من الزبدة، وطبعا افضل حاجة ان هي تكون زبدة ما تكونش سمنة يا جماعة علشان ما يفرش مننا البيتي فور. ومعايا كوباية من السكر البودر، ومعايا 3 صفار بيض، ومعايا بيضة، وكمان معايا فانيليا ورشة ملح. يلا بينا نحط السكر مع الزبدة. هنا عايزة اقول لكم ان انا عملت البيتي فور بالزبدة الفرن، طعمها حلو وريحتها كمان حلوة جدا يا جماعة. القالب الواحد ممكن تعملي منه وصفتين، ممكن تعملي منه البسكوت وممكن تعملي منه البيتي فور. هنا طبعا هنحط السكر مع الزبدة، واقول لكم طبعا المكونات هنا بكل صراحة والله بكل بساطة ما فيهاش اي حاجة. والزبدة الفرن على فكرة والله حلوة جدا في المعجنات، وحلوة جدا في الكحك والبسكوت والبيتيفور. لو هتجيبي وتعملي منها هتنفعك وهتكون حلوة وهتوفر كمان معاكي احسن من السمنة البلدي كمان. هنا عايزين طريقة تكون مظبوطة معانا وحلوة. والله العظيم يا جماعة طعمه مش قادرة اقول لكم حلو جدا جدا، مش بشهادتي انا، بشهادة كل اللي اتضايقوا. هنا بقى اقول لك المقادير تاني بالظبط. مقادير البيتيفور معانا 4 كوبايات من الدقيق، معاهم 2 كوباية من الزبدة، وكمان معايا كوباية واحدة من السكر البودر، و3 صفار بيض وبيضة، وكمان فانيليا ورشة ملح. هي دي كل مقادير البيتيفور معانا. اللي زودته انا هنا عن المقادير اللي بقولها هي الكاكاو. حابة تعملي بني هتشيلي معلقتين من الدقيق وهتقسمي الكمية. هتشيلي معلقتين من الدقيق وهتحطي بدلهم الكاكاو الخام. هنا بقى ملحوظة كده، الزبدة لازم تكون طالعة من التلاجة علشان تديك قوام حلو. هتتعبك في الاخر كده، هتتعبك قصدي في الاول وانت بتضربيها كويس مع السكر، بس معلش استحملي. لو عندك طبعا عجان هيكون افضل، مش هتطرطش كده معاكي وتتعبك. بس اهم حاجة الزبدة تكوني مطلعاها من التلاجة. ليه بقى؟ علشان هتديلك قوام حلو جدا للبيتيفور معانا، ومش هتخليه سايح منك ابدا ابدا في الفرن. مش هتضطري بعد ما تعمليه كله ان انت تدخلي البيتيفور تاني في التلاجة وكده، لا. طالما مطلعه الزبده معاكي من التلاجة على طول واشتغلتي فيها، ما استنيتيهاش شويه في المطبخ ان هي تسيح، هتكون كده كويسه معاكي. هتعملي وهتشتغلي على طول، وهتعملي في الصاجات بتاعتك وتدخليها، وبألف هنا وشفا هتكون حلوه جدا. يلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام لو وصلتوا معايا لحد هنا. يلا هنبدأ بقى نحط صفار البيض واحدة واحدة، واول ما تختفي هنبدأ ان احنا ننزل بالتانية وهكذا لحد ما نضربهم كويس قوي، يكون قوامهم معانا الزبدة مع السكر مع البيض كله كده قوام كريمي جدا زي ما انتم ما شايفين. هنبدأ ان احنا بقى نحط كمان معاهم الفانيليا، والفانيليا تكون فانيليا خام علشان تديكي ريحة حلوة قوي. هي الفانيليا البودر دي بتكون كويسة وحلوة وريحتها بتكون حلوة في المعجنات. هنبدأ ان احنا نحط منها، بس ملحوظة برضو ما نحطش منها كتير علشان بتمرر. لو حطيتي منها كتير قوي بتمرر. هنفصل بقى الصفارة عن البياض، وهنبدأ ان احنا نضيفه واحدة واحدة. هنا انا كنت بكسره كده قدامكم وبوريكم طريقة سهلة، يعني لو حابين ان انتوا تفصلوا الصفارة عن البياض بتكون حلو. بتكسري البيضة كده وبتنزلي البياض في طبق تاني، وبعد كده بتنزلي الصفار في طبق لوحده. انا هنا معايا بيضة كاملة و2 صفار بيض زي ما انتم ما شايفين. هو العدد 3 بيضات، والمفروض تحطي صفار بيضة. انا ما عملتش كده علشان مش عايزاه يكون دايب قوي معايا خالص. انا حطيت صفارتين بيضة وحطيت بيضة كاملة. لكن لو انت عايزاه ناعم خالص امشي على كل المقادير اللي انا قلتها في اول الفيديو بالظبط.
حقيقي والله يا جماعة أنا عارفة إن كل حاجة غالية، بس تقدري إن انتي تفرحي أولادك بحاجات بسيطة خالص في البيت، بدل ما تروحي وتشتريها من بره غالية، أو بدل ما انتي ما تعمليش خالص. لأ، يعني مقادير سهلة وبسيطة خالص تقدري إن انتي تعمليه وتفرحي. حتى لو عملتي كيلو واحد بس من أي حاجة، من كحكة أو بسكوت أو بيتي عملتي كيلو واحد بس، يعني عملتي حاجة واحدة هتدخل برضو الفرحة على أولادك. وكمان ان شاء الله هنزل لكم طريقة البسكوت حلوة برضو مش مكلفة خالص. انا عارفة ان الزبدة غالية، بس بقية المكونات والله مش مكلفة خالص، هتكون سهلة ان شاء الله. وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. هو ما بيجيش غير كل سنة مرة، فلازم ان احنا نفرح اولادنا حتى لو بحاجات بسيطة. يلا لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لي لايك حلو زيك، علشان باللايك ده انت بتشجعيني بتكبري الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب، اللهم امين. هدخل كده بيضة بيضة زي ما انتم ما شايفين لحد ما تختفي، وهبدأ انزل التانية وهكذا. هنا بقى عملت العجينة خلاص عشان ما اطولش عليكم، ونزلت بكمية الدقيق اللي انا قلتها لكم. وبحس العجينة بايديا يا جماعة، انا مش عايزة اعجن لا بمعلقة ولا بمضرب ولا باي حاجة، انت هتنزلي بالعجينة بايديكي. هنشكلها، وعملت نصها كده بالكاكاو الخام زي ما انتم ما شايفين كده، حطيت منه معلقتين كبار، وبدأت دخلته على في الرف اللي في النص. هو ما بياخدش اي وقت خالص معايا، اول ما يحمر من تحت كده وبياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه بطلعه. عندك اي حاجة في البيت شكلي بيها. طلع زي ما انتوا ما شايفين كده شكله تحفة، والرسمة زي ما هي وما فرش مني خالص، لانها مقادير مظبوطة جدا ومقرمش وتحفة وطعمه خطير بجد يا جماعة والله. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. هنا بقى عندك مربى فراولة، عندك مربى مشمش، ما توقفيش نفسك على اي حاجة. ما عندكيش مربى خالص، روحي جيبي كده ايه، ربع كده شوكولاتة من الخام، او الباكت اللي هو ب15 او ب20 جنيه مش عارفة بكام دلوقتي. جيبيه واعملي بيه، سيحيه واعملي بيه، هيكون حلو زي الفل معاكي. مش لازم ان انت تحشي اي حاجة. عندك شوية جوز الهند حطي، عندك شوية فورماسيل كده بتجيبيه ب5 جنيه، بيهيص الدنيا. الفورماسيل ده رخيص مش غالي، وحلو قوي وبيدي شكل كمان حلو جدا. زي ما انتم ما شايفين انا عملت بالجوز الهند والفورماسيل، وكمان بالمكسرات اللي هي المجروشه، جرشتها كده كلها مع بعض وحطيتها. عندك سوداني حطي، عندك اي حاجه زيني بيها. ممكن ان انت تقدري ان انت تسيبيه ساده كده، حلو قوي وريحته جميله جدا. ما شاء الله يا جماعه والله العظيم مش بشكر فيه ولا اي حاجه. انتوا بجد هتجربوا الطريقه وهتدعولي ان شاء الله. هي اهم حاجه ان انتوا تدعولي دعوه حلوه. وما شاء الله الكميه 4 كوبايات من الدقيق عملوا كميه كويسه جدا. زي ما انتوا ما شايفين ده بقى انا قعدت العب فيه كده مع نفسي، حطيت نصها كده ونصها كده، وبقى شكله حلو وما شاء الله عمل كميه كويسه جدا. زي ما انتوا ما شايفين كده هبدأ ان انا ارصه كويس كده. وعايزه بقى انا عملت نصه بصراحه، حشيته بالمربى دي، مربى مشمش كده، خففتها بشويه كده من الميه صغيرين، بدأت ان انا اقلبهم كده، وبدأت ان انا احشي بيه. والباقي سبته كده ما حشيتوش كله، ده طبعا بيرجع لكم انتوا. والبيتي فور لو عايزه بقى اشكال، في اشكال كتير قوي من البيتي فور تقدري تعمليها وتقدري تجيبيه. وطلع معايا احلى بيتي فور. ربنا يحسن ما بين ايدينا، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ينول اعجابكم ويعجبكم. والطريقه دي تجربوها وتدعوا لي دعوه من قلبكم. هسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.